السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم المناقيش بالزعتر والجبنة، او يعني فطاير زي بقى ما تسموها. ما شاء الله طالعة بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين. تنفع بقى للفطار، وان شاء الله بقى تنفع في كمان في السحور في رمضان. ما شاء الله جاي اهو، كل سنة بقى وحضراتكم طيبين. تبقى جميلة خالص في السحور، تغيير يعني بدل الاكلات التانية. ما شاء الله طالعة تحفة خالص. بتمنى بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوه. ادخلوا بقى على الطريقة على طول عشان مطولش عليكم الفيديو. دي بقى كل المكونات اللي هنستخدمها. معايا 5 كوبايات دقيق، وممكن يزيدوا وممكن يقلوا بقى حسب ما ايه، حسب نوع الدقيق. كوباية مية دافية، وكوباية لبن دافية، ونص كوباية زيت، وشوية ملح صغيرين، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة. هنا بقى الفيديو معلش ما كانش صور اللقطة دي. حطيت كوباية المية وكوباية اللبن والسكر والخميرة، ونقلبهم بقى كده كويس. اهم حاجة يكونوا دافيين عشان الخميرة ايه تتفاعل معانا. هننزل بقى بالزيت. ده زيت زيتون. هي الوصفة دي بتبقى حلوة يعني بزيت الزيتون. اللي مش موجود بقى عنده زيت زيتون يحط زيت عادي. هنضيف بقى الدقيق. نحط الأول رشة الملح، ونضيف بقى الدقيق ايه. هنحط بقى كده معاكم كوباية بكوباية، زي ما قلت لكم دولت 5 كوبايات. هي العجينة خدت معايا 6. يعني احنا هنحضر جنبنا ايه، كوباية كده نشيلها على جنب، لو احتاجناها ماشي، ما احتاجناهاش خلاص. بقى حسب بقى السوائل وحسب نوع الدقيق. هنشيل بقى الويسك ونعمل بقى بايدي. نكمل يعني العجين بايدي. اللي حابب بقى يعملها في العجان، يعني اللي يحطها عادي في العجان كلها على بعضها ويعجن. بس انا حبيت يعني اعملها معاكم على ايديا، عشان اللي ما عندهوش يعني عجان يبقى مفيش اي حاجه ايه توقفنا. كده بقى انا خلصت 5 كوبايات الدقيق. هنجيب بقى كمان ايه كوبايه، عشان انتوا شايفينها لسه ايه طريه. زي ما قلت لكم خدت 6 كوبايات. بس انتوا بقى تبداوا بالخمسه، عشان ايه ما تبقاش ناشفه معانا. نرجع ايه نزود سوائل. هنا بقى ما شاء الله العجينه خلاص بعد ما خلصتها. هندهن بس كده على شويه زيت من فوق ومن تحت، عشان ما تلزقش في الايه في الطبق. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر حوالي ايه نص ساعة او ساعة الا ربع، حسب بقى الجو. هنا بقى هنعمل الحشوات اللي هنحطها في العجينة بتاعتنا الفطاير. ده طبعا الزعتر. هنحط طبعا عليه ايه زيت زيتون بقى بكمية كده، لحد ما ايه نكون بقى معانا ايه عجينة كده ايه، زي ما هتشوفوها معانا في الفيديو. كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة كانت طعمها تحفة خالص. دي بقى اي نوع جبن بقى انتوا ايه عندكم موجودة. كان عندي انا ميكس كده جبن على موتزاريلا. هنحط عليهم شوية بقدونس، ونقلبهم بقى كويس مع بعض. ممكن بقى اي نوع جبن ايه عندكم موجود. كده بقى الحشوات بقت جاهزة. شوف بقى العجينة بتاعتنا. ما شاء الله العجينة اختمرت خالص وحجمها اتضاعف. هنقطعها بقى معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحجم بتاعها هيبقى كبير شوية. اللي حابب بقى يوزنهم يبقوا ايه حوالي القطعة كده حوالي 100 جرام او 80 جرام. كمل بقى الكمية كلها. هنا ما شاء الله بعد ما قطعتها هنغطيها برضو كده ايه، نسيبها بس ترتاح 10 دقايق. هنا ما شاء الله بعد ما ارتاحت بقى هنشكلها بقى معاكم. تشكيلها يعني سهل خالص، مخدتش اي وقت. نحطها كده في الصينية عشان ما نبهدلهاش بقى لما نيجي نشيلها. وهنعمل من الاطراف كده حرف عالي زي ما شفتوا في اول الفيديو، عشان الحشوة بقى والزيت ما ينزلش من الفطيرة بتاعتنا. كده زي ما انتوا شايفين.
هنحط بقى عليها الحشوة. كده بقى نفرد الحشوة، مش هيقع بقى منها من الأطراف كده. دي بقى أول شكل معايا كده خلصته. هندهن بقى الأطراف ديت بلبن كده. طبعا انتوا عارفين انا ما بحبش يعني ادهن اي حاجة بالبيض، فهو اللبن ما شاء الله برضو بيبقى جميل وبيديها برضو لون دهبي. كنت بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، هندخلهم بقى ايه الفرن. هنعمل بقى الشكل التاني زي شكل المركب كده. نعملها كده بالشكل المستطيل ده، ونحط بقى حشوة الجبنة كده في النص ونقفل بقى عليها. نسويها بس كده ونضغط عليها ضغطة، وبعد كده بقى ايه نقفلها بقى كده زي ما انتوا شايفين. نمسك بقى الاطراف كده من هنا مع بعض جامد، وبعد كده بقى ايه نظبطها كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. سهلة ما شاء الله، وبعدين شكلها ما شاء الله روعة خالص. طب بقى في الصواني، انا دهنه الصواني دي بس ايه بالفرشة كده زيت. اللي حابب بقى يفرش ورقة زبدة يا اللي يريحكم. نعمل كمان واحدة معاكم. هي في الاول تحسها صعبة، بس هي سهلة، ما خدتش اي وقت التقفيل يعني بتاعها. هنا بقى بعد ما خلصتها هندهنها برضو كده الاطراف بتاعتها برضو دي باللبن. نوريها لكم بقى ان شاء الله لما تطلع من الفرن. طبعا المخبوزات بتدخل على درجة حرارة عالية. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن هنسيبها بقى ايه نغطيها بفوطة كده ونوريها لكم بقى ان شاء الله في التقديم. هنا بقى ما شاء الله الفطاير بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده ايه طالعة بصراحة روعة، واخدة بقى كده لون الدهبي الجميل ده من فوق ومن تحت. والبيت ما شاء الله كانت مخليه ريحة الشقة ايه زعتر بقى، ريحته كانت جميلة خالص ما شاء الله. وريها لكم يعني واخدة لون ذهبي من فوق ومن تحت. ودي كمان برضو. دقتها كمان قدامكم ونوريكم العجينة كمان من جوه ما شاء الله تحفة خالص. اتمنى بقى ان شاء الله حبايبي الوصفة تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع الف سلامة.